صباح الخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. لاباس عليكم؟ كل شيء اموركم مزيان؟ نتوما بخير وعلى خير. في اطار البنات اللي سولوني على الريجيم وشنو نقدروا ناكلوا في الصباح، شنو نقدروا نديروا هذا على قبل المشكل ديال مقاومه الانسولين، تكلية المبيض، مشاكل في الهرمونات وهذا الشيء كامل. انا غادي نشارك معكم، قلت لي شاركي معنا شنو غادي تاخذي. والصراحه يلا بديت عاوتاني الريجيم، ولكن هاد المره ناويه ان شاء الله اني نشد فيه مزيان لبعض المشاكل الصحيه، على قبل الصحه ديالي، ماشي على قبل الحماله او شي حاجه بحال هكا. المهم هذا هو الفطور اللي غادي نفطر به ان شاء الله اليوم. نتوما كتشوفوا الطرف ديال الخبز غير بحال هكا ديال الزرع ديال الشعير. بلاصه الفواكه غادي نعوضها بحبه ديال التمر صغيره، جوج البيضات، بروتين. شفت ولادي فطروا بالشنيك وداكشي، خديت القلب شويه، نص مطيشه. وهذا راه اللفت وليت كناكلو بزاف على قبل المشكل ديال التنفس، زوين بزاف. وهنا الدهون عندي زيت العود، شويه ديال زيت العود. ما غاديش نشرب معاهم لا اتاي لا حتى حاجه، حيت شفت واحد الطريقه ديال الدكتور كريم علي، صراحه عنده الصح في هذه القضيه. ان اتاي واخا انا كناخذو مسوس، فهو كيحرق جميع المكونات اللي كتاخدي، سواء حديد او لا بعض المكونات الاخرى اللي كتاخدها في الاكل ديالك. فانا اول مره غادي نفطر بلا ما نشرب اتاي مع الفطور ديالي. غادي ندير هاد التجربه هذه وغادي نقول لكم شنو كاين. كنت صورت واحد الفيديو البارح باش تغديت غير بواحد الطبقه ديال الفواكه. دابا نشاركو معكم ان شاء الله مور هاد الفيديو هذا. وداكشي اللي غناكل اليوم ان شاء الله، اليوم الجمعه، داكشي اللي غناكل اليوم ان شاء الله في الغدا حتى هو ان شاء الله غنشاركو معكم، ونبقاو مع بعضياتنا ان شاء الله تنتغلبوا على هاد المشاكل الصحيه. مرحبا بكم معايا، ونتمنى هاد الفيديو يفيدكم ان شاء الله. بالنسبه البيض غادي ناكل البيض هكاك، والصفر مع كيوحل ليا انا، كيجيني ناشف شويه، يعني خاصني باش ندوز. غادي نمعكو مع شويه ديال الزيت العود، عاد غادي ناكلو بالمعلقه، ما غناكلوش بالخبز. انا غادي نمعكو ونصاوبو، غادي ناكلو بالمعلقه. يلا تهلاو ليا في راسكم، نهاركم مبارك سعيد، ونبداو البدايه وان شاء الله نتوفقوا ونكملوا. السلام عليكم.